السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد العبد من قناة دروس تعليمية أونلاين. إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب جيم للصف الثاني الإعدادي. هناخد النهاردة يونت 7 lessons 3 4 5 and 6. هنخلص إن شاء الله الوحدة النهاردة. هنقرأ كلمات ونتعرف النطق الصحيح، هنشرح الجرامر ونعلق على كل التريكات اللي ممكن تقابلنا، هنتعرف على أسهل طريقة إزاي نحل بيها سؤال الديالوج وسؤال الباراجراف وكمان سؤال الإيميل اللي معظمنا بيشتكي منهم. هنحل على ده كل الأسئلة ونقول السبب بتاع الحل. وقبل ما نبدأ بندعو كل أحبابنا طلاب تاني إعدادي للانضمام لجروب واتساب تاني إعدادي، هننشر عليها مذكرات مجانية ومراجعات وملخصات جرامر، إجابات الامتحانات بتاع الوحدات، وحاجات تانية كتير هتعجبكم إن شاء الله. وكمان هيوصلك إشعار بالفيديوهات أسرع من اليوتيوب. الرابط موجود في الوصف أسفل الفيديو. ممكن تشترك في الجروب أو تشترك في القناة بتاع دروس تعليمية أونلاين لجميع المراحل. نبدأ مع أول حاجة، أهم كلمات في lessons 3 and 4. هنقرأ كل كلمة مرتين زي ما احنا متعودين. addicted addicted advice advice check check climate change climate change copy copy expert expert explore explore headache headache طبعا الاي سي اتش منطقة كي. liver liver model model pain pain suddenly suddenly take away take away traveler traveler كلمات إضافية. allow allow communicate communicate handle handle illness illness instead instead love love. كمان الجي اتش منطقة حرف اف هنا. planet planet reply reply sound like sound like strange strange. ناخد تشيك بوينت، جايب له 4 كلمات و3 جمل عشان استخدم الكلمة في المكان المناسب ليها. نمبر 1، the boy is playing with a plane. الولد بيلعب بالطائرة الايه؟ طبعا هو بيتكلم هنا على نموذج للطائرة، يبقى هنا موديل بلين. تمام، زي طائرة اللعبة يعني. نمبر 2، he is an not at cooking good cheap meals. وطبعا يعتبر ايه بالنسبة للطهي الوجبات الرخيصة والجيدة؟ هو خبير في المجال ده، يبقى هنا expert. نمبر 3، I note my email every day. طبعا بعمل ايه في الايميل بتاعي كل يوم؟ I check، براجعه وافحصه عشان لو في جديد، يبقى هنا نمبر 3. تمام. ناخد بقى كده language expressions، تعبيرات لغوية. build a machine او make a machine، والاتنين صح، معناهم يبني آلة. drop rubbish يلقي القمامة. have a break يأخذ استراحة. have a headache لديه صداع. give advice يعطي نصيحة. make friends with يكون صداقات مع. share a photo ينشر صورة. tidy a bedroom يرتب غرفة النوم. feel tired أو feel worried يشعر بالتعب أو يشعر بالقلق. ناخد بعد كده prepositions حروف الجر. believe in يؤمن به. by mistake عن طريق الخطأ. for the first time لأول مرة. on social media على وسائل التواصل الاجتماعي. for a long time لمدة طويلة. pick up يلتقط. a problem with مشكلة في. talk to يتكلم إلى. through time عبر الزمن. through space عبر الفضاء. worried about قلق على. نشوف التشيك بوينت على الجزء اللي فات، جايب لي هنا 4 كلمات منهم حروف جر طبعا، وجايب لي 3 جمل. نمبر 1، you shouldn't rubbish in the park. لا يجب أن تلقوا القمامة في الحديقة، يبقى هنا إيه؟ drop rubbish. نمبر 1. نمبر 2، there is a problem my car. طبعا في مشكلة. طبعا هقول a problem إيه بقى؟ طبعا هنا a problem with my car، يعني مشكلة في السيارة بتاعتي. نمبر 3، he is worried his exams. هو قلق على الامتحان بتاعه، يبقى إيه؟ يبقى worried about number 3. بعد كده تصرفات الأفعال غير منتظمة. أول حاجة build built built. say said said. show showed shown. tell told told. ناخد الورس والأوبزيت كلمة عكسها. أول حاجة disappear يختفي، طبعا الأوبزيت أو الأنتونيم بتاعها مضادها يعني.
appear يظهر. horrible رهيب أو فظيع، عكسها fantastic رائع. inside داخل، عكسها outside خارج. impossible مستحيل، عكسها possible ممكن. pull يسحب أو يشد أو يجر، عكسها push يدفع. turn on يفتح جهاز، عكسها turn off يغلق جهاز. ناخد بقى كده language notes ملاحظات لغوية. أول حاجة use لما أجيب بعدها اسم الشيء أجيب for بحاجة من الاتنين، يا إما اسم يا إما verb plus ing، يعني يستخدم لي. مثلا we use the pen for writing، نحن نستخدم القلم الجاف من أجل الكتابة. بين for جه وراء ing. stop يتوقف عن فعل الشيء تماما، يبقى هنا بيجي وراها فعل في ing. لما أقول You should stop watching too much TV، يجب أن تتوقف عن مشاهدة الكثير من التلفاز. النقطة الثالثة take لما يجي بعدها وقت وطول المصدر معناها يستغرق. لما أقول مثلا It took me 2 years to build the time machine، استغرق مني عامين كي أقوم بإيه؟ بعمل أو بناء الآلة اللي اسمها آلة الزمن. شوف التشيك بوينت نمبر 1، هنا جايبوا له تشوز. we took 7 hours سيوة from كايرو. احنا قلنا take يجي ورا وقت واجيب طول مصدر، يبقى هنا ايه to reach سيوة from كايرو. نمبر 2، I always use my phone، انا دائما بستخدم التليفون بتاعي emails and taking photos. طبعا ايه بستخدم التليفون من اجل، يبقى هنا for واجيب verb plus ing sending. نمبر 3، stop not about your son he's an adult. adult يعني كبير وبالغ، هنا بقوله توقف على القلق على ابنك، هو أصبح كبير وبالغ، يبقى هنا يبقى stop worrying letter C. تمام. بعد كده vocabulary builder. أول حاجة definitions تعريفات. addicted مدمن، طبعا معناها بالإنجليزي إيه؟ always needs to do or have something، دائما بيبقى عاوز يفعل شيء أو يمتلك شيء. by mistake عن طريق الخطأ. without planning من غير تخطيط، or wanting to do something أو يكون عاوز يعمل الشيء ده ولا بيخطط له ولا عاوز يعمله، فبيحصل عن طريق الخطأ. disappear يختفي. suddenly go somewhere and become impossible to find، فجأة يذهب إلى مكان ما يبقى مستحيل إن هو إيه حد يجده. explore يستكشف. look around a place where you have never been in order to find out what is there. طبعا هنا بقول لك بتبحث في مكان you have been you have never been in order to find، طبعا انت ما بتبقاش موجود في المكان ده قبل كده ابدا، ما رحتوش خالص. in order to لكي find out تكتشف what is there ما الذي يوجد هناك، بدي معناها يستكشف. impossible مستحيل. if an action or event is impossible، لو حدث كان مستحيل it can't happen or be done، لا يمكن ان هو يحصل. lever رافعة. a handle مقبض او ايه يد كده. that you push بندفعها or pull نسحبها to make a machine work عشان نشغل الآلة. pull يسحب. hold something and move it towards you، يعني بمسك شيء وحركه باتجاهك. social media وسائل التواصل الاجتماعي. ويب سايتس مواقع and apps وطبعا تطبيقات زي الابلكيشن بتاع الموبايل that allow people تسمح للناس to talk to each other يكلموا مع بعض on the internet على الانترنت. words and synonyms الكلمة المرادف بتاعها. أول حاجة horrible رهيب أو فظيع، طبعا هنا السينونيم المرادف بتاعها terrible فظيع. turn on يفتح جهاز، السينونيم المرادف بتاعها switch on يفتح جهاز، يبقى هنا كلمة turn on زي switch on. وخلي بالك لو قلت turn off هتساوي برضو switch off. السفكس اللاحقة بقى. كلمة head رأس، طبعا ACHE لما ضيف لها في آخرها الجزء الأخير ده، الجزء الأخير ده احنا قلنا بنطوع حرف الكي، طبعا هنا بتدي معنى ألم. لما أقول headache يبقى هنا ألم في الرأس اللي هو الصداع. البريفكس اللي هي البادئة الحروف اللي بجيبها في أول الكلمة زي دي اي اس تعطي عكس المعنى. لو ضفتها لكلمة appear يظهر هتبقى disappear يختفي. اي ام تعطي عكس المعنى، لما اضيفها لكلمة possible اللي هي معناها ممكن بتخليها كلمة تانية خالص بقت impossible غير ممكن أو مستحيل، بقت عكس الصفة دي. بعد كده ناخد similar spelling different meaning، يعني كلمات متشابهة في السبيلنج حروف زي بعضها لكن معناها مختلف. drop يعني يلقي. drip يعني ينقط، لما يكون الحنفيه مثلا بايظه وبتنقط نقط ميه ورا بعضها كده. lever رافعه او عتله او مقبض، طبعا هنا الليفر اللي هو بالاي ديت الكبد، دي عضو في جسم الانسان. موديل نموذج. ميدال ميداليه. planet كوكب.
plant نبات. reply يرد. replay يعيد التشغيل. ناخد بعد كده reading and listening skills، مهارة اللي هي الاستماع والقراءة. أول حاجة ناخد في reading the time machine، آلة الزمن. لندن انجلاند 1895. شوف انا بقرا الرقم ازاي، 1895. ديت الاحداث ديت تمت في انجلترا، في لندن سنه 1895. A group of friends meet for dinner at the time traveler's house. مجموعه من الاصدقاء اتقابلوا على العشاء في منزل time travelers، يعني مسافر عبر الزمن. After dinner, the time traveler asks his friends if they think that it's possible to travel through time. بعد العشاء ذا تايم ترافلر اللي هو المسافر عبر الزمن طلب من اصدقائه لو كان هم فكروا، يعني لو فكروا في الموضوع بتاع ان هل ممكن ان احنا نسافر عبر الفضاء او عبر الزمن. فطبعا ردوا عليه قالوا it's impossible، مستحيل. they reply، طبعا هم ردوا عليه we can only travel through space not time. واحنا ممكن نسافر عبر الفضاء لكن ليس عبر الايه الزمن. The time traveler shows them a small model of a machine that he has in his hand. The time traveler طبعا اللي هو مسافر عبر الزمن أظهر لهم نموذج مصغر لآلة الزمن اللي طبعا he has in his hand، موجودة في إيده. This is a copy of a machine that I believe can go through time. قال لهم دي نسخة من آلة أنا أؤمن وأعتقد إنها ممكن تسافر عبر الزمن. It took me 2 years to build. استغرق مني عامين عشان أقوم بإنشاء الآلة دي. He tells them، بيكلمهم، بيخبرهم. The friends laugh، طبعا أصدقائه قعدوا يضحكوا. Pull this lever، he tells one of them. قال الواحد فيهم اسحب الرافعة ديت أو الزرار ده أو المقبض ده. They feel some wind، شعروا ببعض الرياح. And then the machine suddenly disappears، وفجأة الآلة اختفت. Where is it؟ The other men ask، الرجال الآخرين بيسألهم هي راحت فين؟ طبعا رد عليهم قال لهم the model machine is in the future. قال لهم النموذج بتاع الآلة ده موجود دلوقتي في المستقبل. The time traveler says، طبعا هنا المسافر عبر الزمن بيقول would you like to see the real machine؟ هل انتوا بقى تحبوا تشوفوا الآلة الحقيقية؟ he asks، هو طبعا بيسألهم، بيطلب منهم. he takes them to another room، طبعا خدهم وداهم غرفة تانية. inside the room، داخل الغرفة is another bigger machine، توجد طبعا يعني آلة أكبر وآلة أخرى أكبر. it's not finished، ولم تنتهي بعد. in this machine، في الآلة ديت he says، هو بيقول I will explore the past and the future، سوف أقوم باستكشاف الماضي والمستقبل. جه دورنا دلوقتي مع حل أسئلة على الجزء الخاص بالكلمات. واتفقنا قبل ما نحل، الناس اللي متابعينا من زمان عارفين بنذاكر الجزء الخاص بالكلمات كويس جدا مع حروف الجر والمرادف والمضاد وكل حاجة. وبعد كده نوقف الفيديو نحل لوحدنا. بعد كده نشغل الفيديو تاني عشان نعرف إجابتنا صح ولا غلط، وعشان نعرف السبب بتاع الحل. وطبعا طمنونوا على مستواكم في التعليقات، واكتبوا لي جبتوا كام من 15 في كلمة الدرس الثالث والرابع من الوحدة السابعة. وخلي بالك ان تفاعلك معانا سواء عملت لايك للفيديو او عملت كومنت تحت الفيديو عشان تشجعنا فيه، ده كله طبعا بيشجعنا عشان نستمر. Number one: It was cloudy this morning but the clouds soon what when the sun came out. طبعا الجو كان مغيم هذا الصباح. But the clouds soon not when the sun came out، لكن فجأة السحب طبعا اختفت لما الشمس ظهرت. يبقى هنا disappeared، يبقى letter C. Number two: That new hotel looks I really don't like it. الفندق ده يبدو عليه انا فعلا ما حبيتهوش. اذا الفندق ده مش كويس، يبقى هنا horrible، فظيع وسيء جدا. Number three: He has a نقط so he should take some medicine. هو طبعا عنده لذلك يجب ان هو ينبغي ان يأخذ بعض الأدوية. اذا هو عنده مرض هنا، يبقى هنا headache، صداع. Number four: When I visited London، لما زرت لندن I bought a of the Big Ben clock. طبعا زرت طبعا هنا زرت the model of Big Ben clock. هنا كلمة موديل مقصود بها مين؟ اللي هو الشكل النموذج بتاع ساعة بيج بن. Number five: He is not to computer games. He always plays every day. طبعا هو بيلعب كل يوم على الألعاب الكمبيوتر، يبقى هو addicted، مدمن. Number 6: There are a lot of floods because of. يوجد طبعا فيضانات كتيرة بسبب طبعا أكيد طبعا تغير المناخ. يبقى هنا climate change، يعني كلمة climate change معناها تغير المناخ. Number 7: I read a book about traveling time. أنا قرأت كتاب عن السفر عبر الزمن. يبقى through time. Number 8:
Students use English to not with others. الطلاب بيستخدموا الإنجليزي عشان إيه؟ طبعا يتواصلوا مع بعض، يبقى هنا communicate with others. Number 9. I stayed home from school because of my. طبعا إيه؟ أنا ظليت في المنزل ما رحتش المدرسة يعني بسبب إيه؟ طبعا my illness، بسبب المرض بتاعي. Number 10. The film was funny. الفيلم ده كان إيه؟ كان فكاهي. We not a lot. يبقى إحنا طبعا إيه؟ قعدنا نضحك كتير، يبقى هنا loved a lot. Number 11. Many people use social to communicate with each other. ناس كتيرة طبعا بتستخدم ايه عشان طبعا يتواصلوا مع بعض؟ اكيد طبعا social media، وسائل التواصل الاجتماعي. Number 12. Online courses، اللي هي الكورسات الاونلاين. Us to study in our own home. الكورسات اللي بناخدها اونلاين طبعا خلتنا طبعا او جعلتنا او سمحت لنا حسب المعنى يعني to study in our own home، يبقى هنا allow us. تمام، يبقى الكورسات الاونلاين سمحت لنا نتعلم وندرس من المنزل. Number 13. Learning a foreign language is a great way to know other cultures. التعلم اللغات الأجنبية طريقة عظيمة طبعا عشان إيه؟ عشان طبعا نستكشف حضارات الآخرين وثقافات الآخرين، يبقى explore. Number 14. Don't touch the or the machine will start. ما تلمس إيه وإلا الآلة سوف تعمل. ما تلمس الرافعة أو المقبض، يبقى هنا lever. طبعا الأولانية lever يعني معناها الكبد اللي فيها اي، لكن ديت الرافعة. Number 15. I'm sorry I took your pen mistake. قول أنا آسف أنا أخدت قلمك بالخطأ، يبقى هنا by mistake. ناخد بعد كده الجزء الخاص بجرامر giving advice، إعطاء النصيحة. خدنا الجزء اللي قبل كده ونراجعه بسرعة مع بعض. طبعا بيتكلم هنا على استخدام should و shouldn't. امتى استخدم should؟ بمعنى ينبغي أن. shouldn't لا ينبغي أن. لو نصيحة إيجابية هقول you should وأجيب مصدر، يبقى فاعل should زائد المصدر. مثلا You should eat more vegetables. يجب أن تتناول خضروات أكتر. You should turn your mobile off while sleeping. يجب أن تغلق موبايلك أثناء النوم. لو هجيب نصيحة منفية فاعل shouldn't زائد المصدر. اوعى تجيب تو بعد should، مفيش تو خالص. You shouldn't smoke. لا ينبغي أن تدخن. Children shouldn't eat a lot of sweets. الأطفال لا ينبغي أنهم يتناولوا أطعمة أو حلوى كثيرة. ملحوظه هنا يقول لك خلي بالك ممكن استخدم شود مع اف او وين عند اعطاء نصيحه. لو انتوا فاكرين كنا بنقول اف او وين فاعل مضارع بسيط، فاعل ويل والمصدر. ممكن تجيب شود او شودنت عند اعطاء النصيحه بدل كلمه ويل يعني. مثلا if you see people being horrible online. لو انت طبعا رأيت ولاحظت مثلا او شفت ان الناس بقت سيئه جدا على الانترنت you should tell your parents. طبعا لو في معاكسات في تنمر الكتروني تحاول ايه؟ يجب او ينبغي ان تخبر الوالدين. You should be careful. يجب أن تكون حذر. When you repair an electric machine. لما تكون بتصلح يعني آلة كهربية يجب أن تكون حذر. وين المرة دي جت فين؟ جت في النص. تمام، جه بعدها مضارع بسيط وقبلها should والمصدر. تمام، يبقى لو جت في الأول هجيب بعدها مضارع وأعمل كوما وجملة تانية should والمصدر، لكن لو جت في النص العكس. طبعا ممكن أقول you أو الفعل يعني should أو shouldn't، وفعل المصدر if أو when، وأجيب فاعل وأجيب مضارع بسيط زي ما قلت من شوية. مثلا you should ask your father for help if you have a problem. طبعا ممكن تطلب نصيحة من باباك، تطلب منه المساعدة يعني لو طبعا كان عندك ايه مشكلة. يبقى هنا if جه وراها مضارع بسيط وقبلها should والمصدر. نحل أسئلة على الجزء البسيط بتاع الجرامر ده. هنحل برضو عليه حوالي 16 سؤال، ونفس ما قلت في الكلمات راجع الجزء بتاع الجرامر كويس، وقف الفيديو حل لوحدك، بعد كده شغل الفيديو تاني عشان تعرف اجابتك صح ولا غلط، وعشان تعرف السبب بتاع الحل. طمنا على مستواك في التعليقات واكتب لنا جبت كام من 16 في قواعد الدرس الثالث والرابع. تفاعل معانا، اعمل لنا لايك او كومنت تشجيع، ده كله بيشجعنا عشان نستمر. نبدأ مع أول حاجة نمبر 1. You should not sure that you tell أو you eat all types of healthy food. يجب أن تتأكد. احنا قلنا يتأكد يعني إيه؟ make sure، بس هي موجودة في الاختيارات كلها. هنيجي للجرامر إن should بيجي بعدها فعل مصدر، يبقى letter دي make. Number 2. You should help your mother with the housework when she not tired. يجب أن تساعد مامتك في العمل المنزلي لما إيه؟ طبعا when she is tired، لما تكون إيه مريضة. جبت easily يا مستر؟ احنا قلنا في عندنا when جه قبلها should والمصدر يبقى بعدها مضارع بسيط. Number 3. People shouldn't not fast in the city center. الناس لا يجب ان هم طبعا يقودوا السيارة بسرعة في وسط المدينة او في مركز المدينة. طبعا shouldn't بيجي بعدها مصدر يبقى drive. Number 4. If you feel tired، لو شعرت بالتعب
you have a rest ينبغي أن تأخذ قسط من الراحة، يبقى هنا you should have a rest. Number 5 when it rains عندما يمطر الجو you not take your umbrella يبقى ينبغي أن تأخذ الشمسية بتاعتك، يبقى you should take your umbrella. Number 6 you not make noise if your father is asleep ينبغي أن إيه طبعا تعمل ضوضاء ولا لا ينبغي أن تكون بعمل ضوضاء؟ طبعا لا ينبغي، أنت لو عملت ضوضاء هتتظبط في المنزل، يبقى هنا إيه؟ يبقى you shouldn't. هنا بيقول لك إيه if your father is asleep، وكمان لو كان بابا نايم يبقى هنا shouldn't. Number 7 you should do sports not you have free time ينبغي أن تكون بعمل الرياضة ممارسة الرياضة لما يكون عندك وقت فراغ، يبقى هنا إيه؟ يا إما if يا إما when، هنا when اللي موجود عندما. Number 8 you have a great job أنت عندك وظيفة عظيمة رائعة. you not change it يبقى أنت هتغيرها؟ طبعا لا، يبقى you shouldn't لا ينبغي أن تغيرها. Number 9 tell my teacher if I don't understand يقول لك يجب أنك تخبر المدرس لو كنت فاهم. لو انت مش فاهم بقى if I don't understand يبقى انا ينبغي عليا، خلي بالك ده جاي سؤال. احنا كنا بنقول الفاعل should والمصدر، كل اللي هتعمله هتجيب should قبل الفاعل، يبقى هنا should I، يبقى letter C. تمام. Number 10 you shouldn't not up late it's bad for you طبعا لا يجب انك ايه تسهر يعني متأخر كتير لان ده ضار ليك. shouldn't زائد المصدر يبقى هنا shouldn't stay. بعد كده صح الكلمة اللي بين قوسين you shouldn't wasting your time ينبغي الا تضيع وقتك. احنا قلنا shouldn't زائد الايه المصدر يبقى هنا هتبقى waste. تمام. number 2 what should I not doing about my problem ما الذي ينبغي ان اقوم بفعله يبقى what should I do about my problem. number 3 you shouldn't drinking so much coffee it's bad for you يبقى you shouldn't ايه you shouldn't drink لان بجيب بعد shouldn't مصدر. Number 4 if you are in a library لو انت في المكتبة you should make noise طبعا should ازاي بقى هطلعه اكبر على طول يبقى هنا shouldn't لا ينبغي ان. Number 5 you should clean your teeth every day ينبغي ان تقوم بتنظيف اسنانك كل يوم، طبعا نفس الكلام هنجيب بعدها فعل مصدر حفظناها خلاص بقى. Number 6 if you not know someone you shouldn't make friends with them online لو ما تعرفش حد ما تعملش معاه صداقات على الانترنت، يبقى if you خلي بالك هتجيب المراد ده مضارع بسيط بس ايه بس منفي، برافو عليكم. يبقى هنا نكتب ايه هنكتب هنا عشان المكان يقضي، يبقى هنا ايه don't ايه don't know. تمام. اذا لم تعرف شخص لا تكون معاه صداقات على الانترنت. ناخد بعد كده test yourself on lessons 3 and 4 اختبر نفسك على الدرس الثالث والرابع. هناخد النهارده comprehension قطعة الفهم. طبعا وانت بتحل بتطبق حاجة اسمها scheme and scan. الطريقة اللي هتستخدمها دلوقتي وانت بتحل القطعة عشان في ناس بتشتكي من القطعة طبقها، بس انت هتقرأ القطعة مرتين. ازاي؟ بقرأ القطعة أول مرة بفهم المعنى العام، مش لازم أنا أركز في التفاصيل قوي، دي بنسميها سكيم، بنقول عليها قراءة عابرة. هقرأ الأسئلة وأقرأ القطعة كمان مرة عشان أدور على الإجابات بتاع الأسئلة، فبنقول عليها سكان، بندقق عشان نوصل لمعنى معين. شوف كده social media has become an important part of our daily lives. السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت طبعا جزء مهم في حياتنا اليومية. We use it to communicate with friends, share our ideas and photos. طبعا بنستخدمها عشان نتواصل مع أصدقائنا، نتشارك معهم الأفكار بتاعتنا والصور بتاعتنا. And know the latest news وكمان عشان نعرف آخر الأخبار. However ومع ذلك using too much social media can also have negative effects on our mental and physical health. عايز أقول لك كمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة طبعا ده ممكن إيه يعني يبقى ليه آثار سلبية on our mental and physical health على الصحة العقلية والبدنية. For example على سبيل المثال spending too much time on social media can make you feel worried and lonely. قضاء وقت كثير جدا أكثر من اللازم على السوشيال ميديا ممكن طبعا يخلينا نشعر بالقلق والإيه والوحدة. It can also cause ممكن كمان يسبب لنا to have poor sleep habits عادات نوم سيئة. eye problems مشاكل في العين and problems with our back وكمان آلام في الظهر أو مشاكل في الظهر. It's important to be careful of how much time we spend on social media. لازم نبقى حريصين على مقدار الوقت اللي ممكن نقضيه في السوشيال ميديا. And to take breaks when necessary وناخد ايه فترات راحة يعني عندما تقتضي الضرورة زي ما بيقولوا. We shouldn't be addicted to social media. لا يجب ان احنا ندمن السوشيال ميديا or any technology او اي وسيلة تكنولوجية اخرى by
doing so. لما اقوم بعمل الكلام ده we can enjoy benefits، ممكن نستمتع بالفوائد of social media بتاعت التواصل الاجتماعي without hurting ourselves، من غير ما نؤذي انفسنا. اول سؤال: what is the main idea of the passage؟ ما هي الفكرة الرئيسية للقطعة؟ طبعا لو ركزت هتجد ان هي في اول نقطة يقول لك ايه: social media has become an important part of our daily life. وممكن على فكرة اقول بس ايه: social media، اجابتك تبقى 100% صح، ودي تبقى نمبر 1. نمبر 2: what does the underlined pronoun it refer to؟ كلمة it تشير الى ايه؟ لو انتوا فاكرين هنرجع للقطعة كده، يقول لك ايه: it can also cause us to have poor sleep habits. ايه اللي ممكن يسبب لنا عادات نوم زي ما بيقولوا سيئة؟ هتجيب الجملة اللي قبلها على طول، هتلاقي هنا بيقول لك ايه: for example spending too much time on social media can make you feel worried and lonely. اذا هي الجزء ده. يبقى ممكن تبدا اجابتك عشان تجيب اجابه نموذجيه وانت بتكتب بقى. طبعا احنا بنعمل خطأ عشان وقت الفيديو ما يبقاش كتير. هتروح عامل ايه؟ هتكتب قبلها it refers to وتروح جايب spending too much time وتكمل. دي هتبقى نمبر كام؟ نمبر 2. تمام. بعد كده نمبر 3: how do you think we can enjoy the benefits of social media without harming ourselves؟ في رأيك بقى ازاي احنا ممكن نستمتع بفوائد السوشيال ميديا من غير ما نؤذي انفسنا؟ طبعا لما نرجع للقطعة نجد هنا يقول لك it's important to be careful من هوت. تمام كده. to be careful of how much time we spend on social media. ادي واحدة. انت ممكن كمان تكمل وتقول ايه: and to take breaks when necessary. طبعا ناخد فترات راحة وقت ايه؟ وقت الضرورة. كمان we shouldn't be addicted to social media or any technology. ده كله يعتبر صح. تمام. فهنا هنبقى هنا طبعا ايه نمبر 3 في الجزء ده اهو. دي الإجابة بتاعتنا. طيب مستر أنا ممكن ازود؟ مفيش مشكله، بس طبعا ما تزودش وتخليها 5 سطور ولا 6 سطور طبعا. ناخد بعد كده اسئله سؤال تشوز. نمبر 4: there are some effects of using social media. effects يعني تاثيرات. في تاثيرات ايه؟ نوع التاثيرات ديت ايه يعني للسوشيال ميديا؟ طبعا لما ترجع للقطع هو اتكلم على حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه، يبقى لتر سي. تمام. نيجاتيف اند بوزيتيف، ايجابي وسلبي. نمبر 5: spending too much time on social media can make you. قضاء وقت كثير على الانترنت او السوشيال ميديا ممكن يجعلك ايه؟ اكيد طبعا هتدمنها، هيبقى ايه؟ addicted، مدمن. نمبر 6: the word poor in the passage means. كلمة poor في القطعة، نرجع للقطعة كده بيقول لك ايه: it can cause او also cause us to have poor sleep habits. عادات نوم احنا قلنا ايه؟ سيئة. طب نشوف كده. يبقى letter A bad habits. تمام. يبقى هنا سيء. نحل بعد كده choose number 1. مدحت can drive because he his driving test. مدحت يستطيع القيادة لأنه طبعا نجح في اختبار القيادة. يبقى إيه؟ لو قلت succeed محتاج in. لو قال لي هنا in كنت قلت succeeded، لكن هنا passed. يبقى passed his driving test، نجح في اختبار القيادة. number 2: he didn't intend to break the glass. وكان لم يقصد إنه يكسر الزجاج. he broke it by. هو كسره إيه؟ by mistake، عن طريق الخطأ. تمام. number 3: the knot of the door is broken so we can't open it. ايه طبعا الباب مكسور. ايه اللي في الباب مكسور؟ احنا مش هنقدر نفتحه. اذا بدل ايه الباب في حاجه مكسوره مش هنعرف نفتحه، يبقى اكيد المقبض بتاع الباب اللي هو هاندل. تمام. نمبر 4: my mom always gives me good when I feel sad. ماما دايما بتعطينا ايه؟ جيد لما اشعر بالحزن. اكيد طبعا بتدينا نصيحه كويسه. يبقى هنا ايه؟ advice لتربيه. اوعى تتلخبط دكتور الاولانيه device معناها جهاز، ما تنفعش. نمبر 5: my mother was worried me when I came home late. ماما كانت قلق عليا لما انا ايه؟ باجي المنزل متاخر. يبقى هنا worried about me. يبقى لتر ايه. Number 6: my brother likes the internet he plays games of it. يعني أخويا بيحب الإنترنت. هو طبعا إيه play هنا؟ يعني بيلعب الألعاب عليه. طبعا الألعاب دي هتبقى أونلاين بدل إنترنت، يبقى أونلاين. يبقى letter A. Number 7: my little sister is not sweets she always wants to eat them. أختي الصغيرة عايز طبعا إيه؟ دايما بتحب تاكل إيه؟ الحلوى. يبقى addicted to sweets، مدمنة في الحلوى. Number 8: I have a party tonight. أنا عندي حفلة النهاردة. What should I؟ ماذا ينبغي أن؟ يبقى هنا what should I زائد المصدر. يبقى هنا where. letter A. Number 9: what should I do if I a problem with my friends؟ ماذا يجب أن أفعل لو كان عندي مشكلة مع أصدقائي؟ what should I do if I have؟ لأن if بيجي بعدها مضارع بسيط وقبلها should والمصدر. Number 10: it's a terrible film. ده فيلم فظيع.
you watch it يبقى هنا لا ينبغي أن تشاهده، يبقى هنا shouldn't. خلي بالكم كلمة terrible رهيب أو فظيع دي معناها very bad. نصح الكلمة بين قوسين. number one if you want to get to the park لو عايز توصل الحديقة quickly بسرعة you not take the bus ينبغي أن تأخذ الإيه الأتوبيس. ينبغي يعني إيه؟ طبعا هتبقى هنا should. تمام. وبعد كده take يبقى you should take the bus. number four children shouldn't drinking sugary drinks. طبعا shouldn't drinking ما ينفعش، المفروض تبقى إيه؟ تبقى drink لأن should بيجي بعدها فعل مصدر. number three You should brush your teeth every day. يجب أن تغسل أسنانك كل يوم. طبعا نفس الكلام هتبقى brush لأن هنا كلمة should بيجي بعدها مصدر. Number four You should أو هنا should جاي في صيغة سؤال بقى. Should I drink hot tea؟ هل ينبغي إن أنا أشرب شاي ساخن if I has a headache؟ حلو السؤال ده. هتقول لي يا مستر طب أنا عاوز أجيب كده بعد if مضارع بسيط وهاز مضارع. هاز مضارع مع he وشي وإت أو اسم مفرد، لكن have تيجي مع I you زي أو اسم جمع يبقى هنا have a headache. تمام. بعد كده بيقول لي هنا write a paragraph of 9 words. اكتب باراجراف كام؟ 90 كلمة. انا ما بحبش حد يحفظ باراجرافات، انا عاوزك تكتب باسلوبك انت. طب انا اكتب ازاي باسلوبي؟ طبعا بتقرا الموضوع بتاعك العنوان بيقول لك هنا positive and negative sides الجوانب السلبية والإيجابية of technology للتكنولوجيا واحنا اتكلمنا عنها من شوية. طب هتعمل ايه؟ هتبدأ تكتب افكار بالعربي، بعد كده حول الافكار لجمل. بس وانت بتكتب الجمل بقى راعي حاجات كتيره وتاخد بالك منها. اول حرف من الجمله كابيتال، اخر الجمله فيه فول ستوب، سيب مسافه بين الكلمات، خطك يبقى واضح، راجع السبلنج بتاعك كويس عشان ما تغلطش فيه، وكمان الجرامر عشان ده بينقصك في الدرجات. ولو عايز اي استفسار اكتب لي في الكومنتس في التعليقات وهرد عليك ان شاء الله. ناخد بعد كده lessons 5 and 6 اهم الكلمات. damage damage damaged damaged طبعا الاولانيه فعل الثانيه صفه. danger danger debate debate surname surname hearing hearing improve improve order order robot robot text text. ناخد كلمات إضافية. aged aged expressions expressions headings headings health health healthy healthy missing missing poster poster title title. ناخد بعد كده تشيك بوينت. 4 كلمات و3 جمل عايزين نكملهم بطريقة صحيحة. نمبر 1 On school days في أيام الدراسة I always my friends after doing my homework. في أيام الدراسة أنا طبعا بعمل إيه؟ بعمل إيه مع أصحابي بعد ما أخلص الواجب؟ خلي بالك بعد ما تخلص الواجب يبقى إيه؟ تكست، أرسل رسائل نصية. نمبر 2 My grandfather 80 is very helpful. يعني جده الذي يبلغ من العمر 80 يعني متعاون جدا معانا، يبقى هنا aged. ما شاء الله، يبقى هنا aged letter أو نمبر 2. نمبر 3 I'll take courses to my English. أنا باخد كورسات عشان إيه؟ improve أحسن اللغة الإنجليزية بتاعتنا. ناخد بعد كده language expressions تعبيرات لغوية. do exercises يمارس تمارين رياضية. get a headache يصاب بالصداع. get enough sleep يحصل على قدر كافي من النوم. give a headache يسبب صداع. شفت الفرق بين الاثنين؟ الاولانيه قال لي ايه؟ قال لي get a headache يصاب بالصداع، الثانيه give a headache يسبب الصداع. give a title يعطي عنوان. go online يتصل بالإنترنت. بعد كده البروبوزيشنز حروف الجر. change for يغير شيء جديد أو يغير بشيء جديد. for the correct age للعمر الصحيح. from my point of view من وجهة نظري. go on holiday يذهب في أجازة. hear from يتلقى رسالة أو أخبار من. in my opinion في رأيي. on screens على الشاشات. late into the night في وقت متأخر من الليل. look forward to زائد الفعل ذات ing يتطلع إلى. of his أو of this age في هذا العمر. think of أو think about يفكر أو يعتقد فيه. write down يدون بيسجل حاجة يعني. ناخد بعد كده تشيك بوينت. يبقى 4 كلمات منهم حرفين جر. نمبر 1 watching too much videos نقط me a headache. مشاهدة الايه الفيديوهات الكتيرة بتسبب لي صداع، يبقى ايه؟
يبقى give me a headache. ما تقولش بقى give يعني يعطي هنا، لا معناها يسبب صداع. نمبر 2 they went holiday last week. طبعا هم ذهبوا في اجازه، يبقى went on holiday الاسبوع الماضي. نمبر 3 I didn't hear my friend a month ago. لم اسمع اخبار من صديقي من شهر، يبقى هنا ايه hear from. ناخد بعد كده تصريفات الافعال غير منتظمه. bring brought brought الجي اتش هنا silent. bring brought brought يبقى ديت ايه الحرفين دول ايه silent. دايما لما احط لك شرطتين تحت حرفين اعرف ان الحرفين دول silent. علمها كده بقى طول ما انت بتدرس معايا، لما تلاقي شرطتين تحت حرفين اعرف دول حرفين silent، يكتب ولا ينطق. where were worn. ناخد بعد كده الكلمه وعكسها. dangerous طبعا خطير، عكسها safe آمن. formal رسمي، عكسها informal غير رسمي. good for مفيد لي، عكسها bad for ضار لي. interesting شيق، عكسها boring ممل. loud عال أو صاخب، عكسها low منخفض. positive إيجابي، عكسها negative سلبي. ناخد بعد كده language notes ملاحظات لغوية. أول حاجة كلمة look لما يجي وراها صفة معناها يبدو. that dress looks interesting الفستان ده يبدو عليه شيق. الملحوظة التانية would like to زائد المصدر أو إيه أو يجي وراها اسم. لما أقول I would like a piece of cake please هنا جه بعدها اسم. أنا أود أو أفضل، يعني أنا أريد قطعة من الكيك لو سمحت. سلمى would like to go for a walk. سلمى تود أن تذهب للتمشية. a walk هنا معناها تمشية، راح تتمشى يعني. النقطة الثالثة ending an email إزاي تختم الإيميل بتاعك. ممكن تقول best wishes أطب التمنيات. kind regards أطب التحيات. see you soon أراك قريبا. قبل التوقيع بالاسم ممكن أقول yours faithfully يعني تفضلوا بقبول فائق الاحترام. yours sincerely. sincerely هنا معناها المخلص لكم. تمام. ناخد بعد كده vocabulary builder جزء خاص بالايه الثرائي للدراسة والفهم وليس الحفظ. كلمات والمرادف والسفكس والبريفكس وهكذا. كلمة dangerous خطير، طبعا السينونيم أو المينينج مرادفها يعني serious خطير. healthy صحي، طبعا هنا بتساوي well صحي. السفكس بقى اللي هي اللاحقة. كلمة danger خطر ديت اسم، لما اضيف لها او يو اس في آخرها بحول الاسم إلى صفة تبقى dangerous خطير. البريفكس في الحروف البادئة الاي ان بتدي عكس المعنى. لما اضيفها لكلمة formal الصفة الرسمي هتبقى informal غير رسمي. يو ان تعطي عكس المعنى. لما اضيفها كلمة healthy صحي تبقى unhealthy غير صحي. ناخد بعد كده reading and listening skills مهارات الاستماع والقراءة. أول حاجة the dangers of technology أخطار التكنولوجيا. أول حاجة sleep النوم، هي كلمة عن المشاكل بتاعة التكنولوجيا، هتفيدك لو أنت هتكتب باراجراف عن مشاكل التكنولوجيا أو أخطار التكنولوجيا. many people text check social media or watch videos online late into the night. ناس كتيرة بتبعت رسائل أو يعني بتراجع السوشيال ميديا بتاعتها، تشاهد فيديوهات متأخر قوي في الليل. طبعا الكلام ده كله أونلاين. then they don't get enough sleep بيناموش نوم كافي. المشكلة التانية eye problems أشكال العين. if you spend a lot of time on screens لو قضيت وقت كتير أمام الشاشات you can have eye problems and headache ممكن يبقى عندك مشاكل في العين وكمان صداع. ear problems مشاكل في السمع. listening to loud music or films استماع إلى موسيقى صاخبة وأفلام through headphones من خلال سماعات الأذن can damage your hearing ممكن تدمر السمع بتاع الأذنين. exercise التمارين، طبعا دي مش مشكلة، المفروض انت بتقلل منها فدي تبقى مشكلة. many people spend hours playing video games or watching TV. ناس كتير بتقضي ساعات كتيرة في لعب ألعاب الفيديو ألعاب الكمبيوتر وكمان مشاهدة التلفاز. and don't spend enough time ولا تقضي وقت كافي outside doing exercise طبعا في الخارج عشان تقوم بعمل الألعاب الرياضية أو التمارين الرياضية. نحل أسئلة على الجزء الخاص بكلمات. راجع الجزء اللي فات كويس قبل ما تحل، وزي ما احنا متعودين وقف الفيديو، بعد كده حل لوحدك، شغل الفيديو تاني عشان تعرف إجابتك صح ولا غلط وعشان تعرف السبب بتاع الحل. نمبر 1 I would like to know the phone for a new one. يعني أود أن أقوم بإيه التليفون بتاعي بواحد جديد، يبقى أنا هستبدله، يبقى هنا change. نمبر 2 the screen of my phone was شاشة التليفون بتاعتي مالها 2 days ago من يومين. I want a new one أنا عايز واحدة جديدة، يبقى هي اتدمرت، يبقى هنا damaged. نمبر 3 social media is very useful but it has some too.
السوشيال ميديا تعتبر يعني مفيدة جدا، لكنها لها ايه برضو؟ اكيد طبعا لها اخطار، يبقى dangerous او dangerous. dangerous يعني اخطار. نمبر 4. My friend is sending me a message on my phone. صديقي بيرسل لي ايه؟ رسالة ايه طبعا على التليفون؟ طبعا هنا بيرسل لي رسالة نصية، يبقى text message. Number 5. Many young people spend much time their social media. ناس كتير تقضي وقت طويل عشان السوشيال ميديا بيعملوا فيها ايه؟ checking يعني بيراجعها. تمام. Number 6. My brother في هنا كوما نقط 9 9 is very active نشيط جدا، يبقى هنا aged 9 الذي يبلغ من العمر. Number 7. We can write our ideas in a diary. احنا ممكن نكتب افكارنا. طبعا اذا بيقول لك ايه؟ الافكار بتاعتنا في مذكرة يومية، يبقى we can write down يعني يدون او يسجل. Number 8. I used to not exercise every morning when I was young. انا كنت معتاد اكون بعمل تمارين كل يوم الصبح لما كنت صغير، يبقى I used to do exercise. letter C. Number 9. Eating fruits and vegetables is good. Our health. تناول الفاكهة والخضروات يعتبر مفيد لصحتنا. اسمها ايه؟ وهتقول لي good at. good at يعني جيد فيه، لكن good for مفيد لي. Number 10. My last name is دراهم which is my family's. هنا بقول طبعا اسم الأخير اسمه دراهم which is my family's. طبعا يعتبر ايه؟ يعتبر ده لقب العيلة بتاعتنا، يبقى هنا surname، يبقى letter C. تمام. Number 11. We had a note in class about whether homework is necessary or not. whether يعني إما. يقول لك احنا عندنا ايه في الفصل؟ إما هل يعني الواجب كان ضروري ولا لأ؟ يبقى عملنا نقاش، يبقى هنا debate، كان في جدال ونقاش. Number 12. In my note not all websites are bad. في رأيي مش كل المواقع ضارة، يبقى هنا in my opinion letter C. Number 13. Mountain climbing تسلق الجبال is the most sport تعتبر أكتر رياضة إيه؟ many people fall and die. ناس كتير بتسقط وتموت، يبقى هنا the most dangerous sport أخطر رياضة. Number 14. The city needs to not its public transport. المدينة تحتاج إيه؟ its public transport المواصلات العامة بتاعتها. طبعا محتاج إنها تحسنها عشان الزحمة، يبقى هنا improve letter D. Number 15. Not online can help us communicate with friends who live far away. ايه اللي عن طريق الانترنت ممكن يساعدنا نتواصل مع اصدقائنا اللي هم عايشين بعيد عننا؟ يبقى هنا اكيد going online الدخول على الانترنت. ناخد بعد كده skills مهارات السبيكينج. talking about positives and negatives of technology. ازاي نتكلم على الايجابيات والسلبيات بتاعه التكنولوجيا. ينفع الموضوع ده باراجراف، ينفع ايميل، وينفع كمان يجي في الايه في الديالوج في الايه المحادثه اللي هنحلها دلوقتي. هنشوف هنقول ايه في الموقف ونرد عليه ازاي. طبعا هنا بقول لك is a good idea يكون فكره جيده. using technology is to help you exercise is a good idea. لما التكنولوجيا تخليك طبعا تتمرن يبقى ديت فكره كويسه. from my point of view من وجهه نظري. from my point of view too much technology can give you headaches. من وجهه نظري استخدام التكنولوجيا بطريقه كبيره جدا ممكن يسبب لك صداع. it's not a good idea too لما عاوز اتكلم طبعا على ايه ان من عيوبه يعني اقول it's not a good idea to spend too much time watching TV. ليست فكرة جيدة ان تقضي وقت كثير جدا مشاهدة التلفاز or playing on computers او تلعب على الكمبيوتر. in my opinion لما عاوز اتكلم عن رأيي in my opinion في رأيي all technology is bad for your health. كل التكنولوجيا ضارة بصحتك. نحل بقى دايلوج. قلنا لما يجي نحل السؤال ده بنعمل ايه؟ اول حاجه زي ما انتم شايفين بنكتب خطوات تكوين السؤال على اليمين هنا 5 خطوات. اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل استكمل. خطوه تانيه بقرا العنوان بتاع الديالوج عشان بيعرفني الديالوج بيتكلم على ايه. بيقول لي سما is asking علا some questions about computer games. سما بتسال علا على بعض الاسئله عن العاب الكمبيوتر. بعد كده الخطوه الثالثه اقرا الديالوج بالكامل من غير ما احل ولا كلمه. ليه؟ عشان اعرف التفاصيل بتاع الحوار اللي دار بينهم، لان احيانا السؤال الاولاني بيعتمد على حاجات بعد كده. طيب بعد كده الخطوه الرابعه اقرا الديالوج كمان مره وابدا ايه احل سؤال واجابه. سما بتقول لعلا كان اي اسك يو سام كويستشنز. ممكن اسالك بعض الاسئله؟ اكيد طبعا هتقول لها ايه؟ اكيد هتقول لها يس. لا وقالت لها نو ما كانتش كملت اصلا كلام معاها. يس اوف كورس. سما سالتها سؤال، علا ردت عليها قالت لها in my view من وجهه نظري not all computer games are bad. مش كل العاب الكمبيوتر سيئه. يبقى اذا هي بتكلمها على ايه؟ رايها في العاب الكمبيوتر. خلي بالكم لما عاوز اسال عن رايي بقول ايه؟ طبعا هسال ب what do you think. خدناها الترم اللي فات والسنه اللي فاتت. ما رايك فيه؟
طبعا او ممكن اقول ما رايك في العاب الكمبيوتر، فاقول له what do you think of computer games. فعلا ردت عليها تلاقي in my view مش كل الكمبيوتر جيمز طبعا سيئة. سما سألتها سؤال ثالث، علا قالت لها because some of them can help you to learn things. طبعا هنا لأن بعضها أو معظمها بعض الألعاب الكمبيوتر يعني بيساعدك عشان تعلمي أشياء. طبعا هي ممكن تقول لها لماذا، لو قلت واي فقط يعني مش غلط صح، بس أنا أفضل تكمل. طبعا كده هتقول لها أنت ليه بتعتقدي ذلك؟ Why do you think so؟ so هنا معناها ذلك اللي أنت قلتيه يعني. بعد كده سما سألتها سؤال رابع، لها do you think it's good أو a good idea to play games at night؟ هل تعتقد إن دي فكرة كويسة إن احنا نلعب ألعاب كمبيوتر بالليل؟ طبعا بعد كده بتقول لها should it be a problem if I only play quiet calm games in the evening؟ إذا هي أكيد قالت لها إن في مشكلة في الألعاب ديت بالليل، فممكن تقول لها إيه؟ No it's not a good idea to play games at night. سما بقى كده قالت لها should it be a problem، هل هتبقى مشكلة if I only play quiet calm games in the evening؟ لو انا لعبت بس العاب هادئه في الليل هل هيبقى مشكله؟ طبعا ما فيش مشكله، فممكن تقول لها ايه no it shouldn't. ناخد بعد كده test yourself on lessons 5 and 6. اختبر نفسك على الدرس الخامس والسادس. زي ما اتفقنا في الحوار اللي فات بنكتب خطوات تكوين السؤال على اليمين كده زي ما قلنا، أداة استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل استكمله. بعد كده اقرا العنوان بتاع الديالوج. كاظم is asking حميد about the computer and the internet. كاظم بيسأل حميد على الكمبيوتر والإنترنت. كاظم بيقول له ايه؟ فاكرين الخطوة الثالثة بنعمل ايه؟ نقرأ الديالوج بالكامل من غير ما احل ولا كلمة عشان نعرف التفاصيل. خطوة رابعة أقرأه كمان مرة وأبدأ أحل سؤال وإجابة. كاظم بيقول له هلو حميد do you have a computer؟ عندك كمبيوتر؟ طبعا لو قال له ما عنديش كمبيوتر ما كانش سأله الأسئلة الخاصة بالكمبيوتر والإنترنت، فبالتالي يقول له ايه؟ Yes I do. قال له ايوه عندي، لان بيقول له I bought it last week، ده انا اشتريته الاسبوع اللي فات، يبقى هو عنده. What do you use it for؟ تستخدمه في ايه؟ طبعا هو لو انت كملت هتعرف ان هو اكيد بيستخدمه في الالعاب الفيديوهات، ممكن يتعلم حاجات تانية، فممكن اقول له ايه؟ اه use it to play games watch videos and learn new things. طبعا بستخدمه عشان العب العاب اشاهد فيديوهات وكمان اتعلم اشياء جديدة، ودي احسن حاجة. كاظم قال له سؤال ثالث. حميد رد عليه قال له yes I like using the internet. انا بحب استخدام الانترنت. طبعا لو انا هسأل سؤال عادي جدا هنا، انا هسأل اول حاجة بشطب yes او no زي ما احنا عارفين. بعد كده بشوف هل في فعل مساعد ولا ما فيش فعل مساعد، اجيب من عندي يا دو يا ذا ديد. لايك فعل مصدر هجيب ايه؟ هجيب دو. بعد كده اجيب الفاعل اي واكمل. Do you like using the internet؟ قال له ايوه بحب استخدام الانترنت. Using it to get lots of information is a good idea. استخدامه عشان الحصول على معلومات كتيرة يعتبر شيء او فكرة جيدة. كاظم سأل سؤال رابع. حميد قال له in my opinion it's dangerous to use it too much. في رأيي طبعا استخدامه كتير جدا يعتبر يعني ضار جدا او خطير يعني، فطبعا اكيد هيسأله على الاستخدام الكتير، فيقول له ايه what's your opinion about؟ احنا عارفين السؤال عن الرأي بقول what's your opinion about، واجيب بعد كده اللي هو بيتكلم عليه using it too much. كاظم قال له what should I do if I wanted to be safe online؟ طب اعمل ايه لو عايز ابقى في امان على الانترنت؟ اهم حاجه ما نكونش صداقات مع ناس ما نعرفهمش، فبالتالي هنا اقول ايه؟ You shouldn't make friends with people you don't know. لا يجب ان تكون صداقات مع ناس ما تعرفهمش. ناخد بعد كده سؤال تشوز. نمبر 1 I not a new mobile phone last week. هنا بقول لك انا اشتريت او طلبت موبايل جديد الاسبوع الماضي، يبقى هنا I ordered يعني اشترى عن طريق الانترنت مثلا وطلبه. Number 2 we should use not language when we meet people for the first time. يجب ان احنا نستخدم اللغة الهين لما اكون بقابل ناس لاول مرة، انا لسه ما اعرفوش، فبالتالي يبقى فورمال لغة رسمية. يعني حضرتك بعد اذن حضرتك اتفضل. لكن لو واحد صاحبي بكلمه بطريقة تانية طبعا اللي هي informal لغة غير رسمية. Number 3 we can listen to music. ممكن نستمع الموسيقى headphones to enjoy it without disturbing the others. من خلال السماعات عشان طبعا لا نقاطع ونسبب قلق للآخرين، فبالتالي هنا throw يعني من خلال يبقى letter A. Number 4 if we talk too loudly لو كلامنا بصوت عالي we can someone a headache. ممكن ندي حد صداع، ما اسمهاش كده يا مستر، اسمها نسبب صداع أو نصاب بالصداع. يبقى هنا give someone a headache يسبب صداع لشخص ما. Number 5 we can exercises with our friends or family to make it more fun. طبعا احنا ممكن نعمل تمارين مع اصدقائنا او جيران او الاسره يعني هنا to make it more fun عشان نخلي الموضوع فيه مرح اكتر، يبقى هنا do exercise. تمام. Number 6 I made a for my school project and put it on the classroom wall.
هنا طبعا بيقول لك انا عملت ايه، مشروع لمشروع كمشروع مدرسي يعني، ووضعته طبعا ايه على الحائط بتاع الفصل. يبقى هنا I made a poster، عملت بوستر ملصق اعلاني. Number 7. My opinion all technology is bad for our health. يبقى هنا في رأيي، يبقى هنا in my opinion في رأيي. Number 8. If I go out tonight، لو انا خرجت النهارده بالليل I know to the cinema. احنا كنا واخدين زمان ايه، فاعل مضارع بسيط، فاعل will والمصدر يبقى letter B. لو في شوت كاتبها صح، بس طبعا ما فيش هنا شوت. نمبر 9. I'm looking forward my exams. أنا أتطلع إلى الامتحانات بتاعتي، اسمها look forward to والاي ان جي. تمام، يبقى letter دي. نمبر 10. If you get lost you should someone for directions. لو أنت تهت أو ضليت الطريق يجب أن تسأل، ينبغي أن تسأل شخص معنى الاتجاهات. يبقى should زائد الإيه، المصدر، يبقى هنا letter دي ask. complete طبعا صح، كلمة بين قوسين. نمبر 1. If you wait here we be late. لو انت انتظرت هنا احنا هنكون ايه، متأخرين. ايه فاعل مضارع بسيط، ايه فاعل will والمصدر، يبقى هنا will be late. نمبر 2. I should tell her the truth or should I say nothing. ده سؤال خلي بالك، يبقى المفروض ما اقولش I should، المفروض اقولها ايه should. طبعا هنا ابدا بشود والاس كابيتال، يبقى هنا should I. تمام. يعني ايه should I؟ يعني هل ينبغي علي، عشان اخليها في صيغه الايه، في صيغه السؤال. نمبر 3. if you not be ill you should go to the doctor. طبعا be مقصود بها verb to be am is are was were، جايب لي في الجزء الثاني من الجمله you should. بالتالي هنا if فاعل مضارع بسيط، يبقى هنا if you are. تمام. طب ليه ار يا مستر، ما احنا قلنا بقى فيرب تو اللي هو ام او از او ار. نمبر 4. we not go to the party if it rains. لو الجو امطر يبقى احنا لا ينبغي ان نذهب الى الحفله، او لن نذهب الى الحفله، والاثنين صح على فكره. يبقى هنا اقول we won't، يعني لن نذهب. ايه هي مصر كلمه won't ديت، مش قلنا will not اختصارها won't، ودي صح ما فيش مشكله. يبقى we won't go to the party، لن نذهب الى الحفله. if it ايه if it rains. تمام، يبقى هنا won't go. تمام. بعد كده اخر سؤال عندنا النهارده رايت ان ايميل اوف 9 ووردز. اكتب ايميل من 90 كلمه عن ايه. طبعا هنا يقول لك الاول، بيقول لك to your friends جودي، لزميلتك جودي to tell her about، هتكلمها عن how technology is useful. Your name is Sandy and your email address is sandy@yahoo.com. Your friend's email address is judy@gmail.com. طبعا بكتب الايميل ازاي، مكتوب لك هنا اهوت from to subject، من الى الموضوع. from مين اللي هيبعت الايميل، sandy@yahoo.com. to الى مين، judy@gmail.com. subject الموضوع عامل لك عليه مربع. how technology is useful. دير عزيزتي اللي مرسل اليها طبعا هتبقى جودي، يبقى دير جودي. بعد كده ابدا مقدمه عادي جدا. how are you and how is your family. I'd like to tell you about، انا عايز اكلمك عن، وابدا اتكلم في الموضوع زي الباراجراف بالظبط. اسيب مسافه بين الكلمات، اول حرف من جمله كابيتال، اخر جمله في الصب. ما غلطش في السبيلنج والجرامر، نفس حاجات بتاع الباراجراف بالظبط، ما عدا الايه الخطوات دي. وفي الاخر يورز، وطبعا صديقتك في الاخر اكتب ايه بقى، ساندي. ده الموضوع بتاع الايميل ببساطه جدا. لو عندك اي مشكله فيه اكتبها لي في التعليقات. كده فاضل لنا التيست بتاع الوحده فقط، سواء كان العام او الازهر. وان شاء الله زي ما وعدتكم ادخل في الرابط بتاع جروب الواتساب موجود في الوصف اسفل الفيديو، اشترك في الواتساب. وطبعا هبعت لك سكرينات او ملف بي دي اف النموذج ده محلول. وطبعا انت مش هتشوفه على طول، بتحل انت الاول وتصحح مع نفسك عشان نوفر وقت للترم الثاني، عشان الوقت الثاني ضيق. احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مستر احمد العبد من قناه دروس عالمي اونلاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.